النهاردة هنتكلم عن كل وجع جوه كل برج. كل برج موجوع وجواه حاجات قد كده مكلكعة وتعبانة. وانا بقى هقولك برجك ايه اللي وجعه وايه اللي تعبه. الاول في البداية نصلي على النبي زي ما تعودنا في فيديوهاتنا، وما ننساش نعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد مع هبة. وطبعا صفحتي على اليوتيوب ما عنديش غير الصفحة دي الوحيدة، اسمها البرنسيسة هبة، لان صفحتي التانية اتسرقت. فعايزين كده لايكات كومنتات شيرات عشان نكبر مع بعضينا من تاني. واسمي طبعا على المنصة الاف اسمه حكايات هبة، والمنصة السوداء اسمي عليها سمو الأميرة هبة، عشان اللي مش عارف اديني بقول لكم. ويلا عملنا اشتراك للقناة وفعلنا الجرس، فيلا بينا نبدأ لكل برج ونشوف قلبك موجوع من ايه وايه اللي هيحصل لك في الأيام اللي جاية، وقلبك هيرتاح ولا لا. ويلا بينا. برج الحمل، يا برج الحمل، قلبك موجوع ومكسور وخلاص تعبان. فتعالى الفيديو ده هيعرفك ايه اللي فيك الفترة دي، وهتقولي صح ولا غلط في كومنت. وما ننساش نصلي على النبي زي ما اتعودنا في كل فيديوهاتنا. صليت على النبي وكتبت اسم برجك، فيلا بينا نشوف إيه اللي واجع قلبك. قلبك موجوع بس واقف على رجله لسه يا برج الحمل. الفترة دي قلبك مش مرتاح، بتحب بصدق وبتدي كل حاجة من غير ما تطلب مقابل. بتحاول تظهر قدام الناس قوي، بس الحقيقة انك موجوع، موجوع جدا. ومحدش سامع قلبك ولا سامع صوته ولا سامع الوجع اللي جواك، ولا حد حاسس بيه. كل حاجة بتحس بيها بتكتمها جواك، ولا عايز تشتكي ولا عايز تبان ضعيف، وشايل جوا قلبك وساكت. ساكت حاجات كتير من ناس كنت بتعزهم وجعوك، ناس كسروك، ناس خلوك خايف، خايف لا تقابل شبههم تاني. ما بقاش عندك ثقة في حد من كتر اللي شفته في حياتك. في شخص من برج مائي او ترابي لسه شايلك جواه، وندمان انه ضيعك وضيع قلب زيك. قلب كان فعلا بيحبه، وقلب كان بيخاف عليه، لكن هو رماك بطول دراعه. وهو اللي ندم. ما تخافش، انت لسه موجوع، لكن هو اللي ندمان. وما تتوجعش، لان ربنا اكيد شايلك الاحسن. ده ما كانش يستاهلك خالص. انت بتحب بعقل الطفل ووجع الكبير، وكل مرة تقول دي اخر مرة اوجع فيها نفسي، وترجع تحب من جديد يا برج الحمل، وتوجع نفسك من تاني. بتوجع نفسك لانك بتحب الحب وبتحب بجد، لكن للأسف الحب بيوجعك ويكسرك، ومش عارف تعمل ايه وتعيش ازاي من غير حب. والثقة بقت منعدمة بينك وبين الأشخاص. انت بقيت بتخاف تحب بسبب اللي حصل لك من الحب. وللأسف مش بس الحب اللي وجعك، ده كمان عين الحسود اللي حواليك. ناس حسداك، الناس بتحسدك على نقائك وقلبك رغم الوجع اللي جواه، لكن هم مش شايفين ده، مش شايفين الوجع. شايفينك بتضحك وقوي وبتعمل اللي انت عايزه وبتنجح. مش شايفين مشكلتك ووجعك. وللأسف مشكلتك انك بتحب بجد وبتسامح وتدوس على كرامتك عشان بتحب. لكن كل ده ورغم كل ده وجعك بيزيد، لان اللي حواليك مش بيحسوا، بيوجعوك اكتر. خلي بالك، انا جاي افوقك واقولك فوق لنفسك وحب نفسك، عشان انت كده هتفضل تعبان وموجوع وحزين. عايزه اقولك رغم كل اللي انت عايشته، في رزق عاطفي جايلك ممكن يصلح، وممكن روح جديده تدخل حياتك وتداوي كسرة قلبك. بس اوعى واوعى وياك تحكي وجعك للناس اللي عاوزينك مكسور. في ناس عايزة تشوفك مكسور وبيتمنوش ليك الراحة ابدا. حاول ما تحكيش كل حاجة ليهم، وعايزاك من قلبك تقول يا جابر الخواطر اكبر بخاطري. ويمكن دي تكون اول فرج ليك، وتكون خطوة حلوة عشانك. انتوا فين؟ وفي النهاية مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. انت قول يا رب.
برج الثور يا برج الثور، وجعك كبير ومحدش حاسس بيه. انا بقى هقولك ايه اللي وجعك، وهتجاوب عليا وتقولي صح ولا غلط. صلي على النبي في كومنت، واكتب اسم برجك في كومنت، ويلا بينا نشوف. ايه يا برج الثور، هتفضل كده؟ انت داخل الفيديو ده مش صدفة، لا، الفيديو ده جالك انت مخصوص. صوتك اللي جواك هو اللي دخلك الفيديو ده، لان روحك تعبانة ومحتاج تفسير، محتاج حد يقولك ايه اللي حاصل من غير لف ولا دوران. لانك الفترة دي وجعك مش وجع عادي، وجعك مش موقف واحد ولا من انك ضعفت، وجعك امتداد لطاقة تقيلة محطوطة في حياتك الفترة دي. للأسف يا برج الثور، انت واقع تحت تأثير عين قوية جدا، عين يعني متوجهة لك من كل النواحي، من كل الاتجاهات. والعين دي بقصد للأسف، يعني مش غصب عنهم بيحسدوك، لا، ده قاصدين ان هم يحسدوك. عايزة اقولك ان انت الفترة دي ضايع، يعني مش غيرة عابرة كده من اشخاص عابرين، لا، ده في حد بيحسدك، وشخص قريب 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 جدا، ومحسوب من الدائرة اللي المفروض بتحبك. هو المفروض بيحبك، لكن للأسف مش بيحبك. والأذى مش جاي من راجل، لا، الأذى جاي من ست شكلها بريء، وابتسامتها هادية، وكلامها ناعم، بس جواها نار غيرة ما بتطفيش، وغل قديم متراكم، ونفس مش راضية، ودايما نفسها تشوفك واقع مش واقف. انت بدأت تحس، على فكرة، بدأت تحس ان جسمك خانك فجأة، تقوم من النوم وانت مش قادر تكمل اليوم، تشتغل حاجة بسيطة وتتعب كأنك شايل جبل. تعبان ومش عارف ايه اللي فيك، بتحاول تفرح نفسك بحاجة، تلاقي فجأة الفرحة بتطير من ايدك. بدأت الأعراض النفس والعين تضربك واحد ورا التاني، ده غير بقى ضيق النفس اللي من غير سبب، وإحساسك بكتمة صدرك كأن في حجر عليها، خمول مهما نمت تحس انك ما نمتش، ملل من كل حاجة كنت بتحبها يا برج الثور، فقدان شهية، مش عارف تاكل، او اكل من غير طعم، اعزن وبيخش بقك كده مفيش طعمه، المتعة قلت فيه، صداع مزمن مش عايز علاج ولا لاقيله علاج، نوم متقطع وكوابيس واحلام تقيلة وتفكير مغيم، وتردد في كل قراراتك، وعدم القدرة ان انت تاخد قرار بسيط قوي، بقيت تتوتر من اقل حاجة. واهم حاجة بقى العزلة الغصب، انسحاب من الناس، احساس بوحدة حتى والناس حواليك، بقيت حاسس بالوحدة. والمؤلم بقى مش الوجع نفسه، المؤلم انك مش فاهم ليه، حاسس انك محبوس في طاقة مش بتتفك، كل خطوة بتتعقرر، كل خطوة بتتقفل، كل خير بيقف عند آخر لحظة، وانت بتحاول تقاوم وتصبر، بس روحك بقت تقيلة، كأن في حد ماسكك في ظهرك ومنعك تتحرك، تعبان مش عارف تعمل ايه. انا بقى هقولك تعمل ايه بعد كل اللي انت مريت بيه ده. اول خطوة لازم تفهمها، مش مطلوب منك تفهم مين، قد ما مطلوب منك ان انت تقفل الباب او تسد الباب ده، واعمل الاتي. يعني اي حد بتحس ان بعد كلامه بتحس بتعب، قلل اختلاطك بيه او اقفله تماما. ما تحكيش تفاصيل حياتك لحد، الخير لما بيخرج من البق قبل ما بيتم بيتصب بسرعة وما بيحصلش. تنظف للطاقة 7 ايام، يعني تعمل ايه؟ تنظيف طاقتك كده 7 ايام. قبل النوم تتوضى وتقرا سورة البقرة او ربع منها يعني، او آية الكرسي او اخر آيتين من البقرة، او المعوذتين 3 مرات. تصدق بنية فك العين حتى لو شيء بسيط، الصدقة بتطفي البلاء زي ما المية بتطفي النار.
تعويض نفسك. هتعمل ايه؟ اعمل حاجة لنفسك كل يوم، رياضة، مشي، تعليم، تغيير روتين. عالج روحك بإيدك، ولازم حكمة. وعاوز اقول لك كمان شغل بصوت هادي او اقرا سورة الفلق، سورة الناس، آية الكرسي. وبعد كده قول حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قولها 7 مرات. وبعد كده قول الدعاء ده: ألهم إني أعوذ بك من كل عين حاسدة، ومن كل نفس حقدة، ومن كل نية سيئة أرسلت نحوي. ألهم أصرف عني أذاهم ورد كدهم في نحورهم، واكتب لي الفرج والعافية والتيسير يا رب العالمين. والله أكبر، الله أعظم. وقولوا لي يا جماعة الكلام فعلا اللي أنا قلته ده انتوا حاسين بيه بالظبط؟ وصلوا على النبي في النهاية. برج العذراء، يا برج العذراء، ايه وجع قلبك؟ تعبت وزعلت وقلبك خلاص فاض بيه. انا بقى هقولك قلبك ايه اللي فيه بالظبط، ويلا بينا. برج العذراء، الفترة دي مش عادية خالص في حياتك. دي مرحلة فيها قلبك موجوع، ومش وجع بسيط، لأ، وجع من شخص انت حبيته من كل قلبك، ودخلته حياتك بثقة، وحطيته في مكان مش حد بيدخله اصلا. دخلته كده في مكان مش اي حد بتسيبه يخش، ومش اي حد بتثق فيه ان انت تدخله في المكان ده. وللأسف دخلت الشخص ده بكل سهولة. انت ما كنتش بتحب بس، انت كنت شايفه امانك، شايفه مستقبلك اللي كنت بتبني عليه اللي باقي من عمرك. وفجأة ومن غير اي تفسير، ومن غير كلمة، ومن غير احترام لمشاعرك، الشخص ده اختفى سابك قدام وجعك لوحدك. سابك تتوجع من غير ما يفكر فيك لحظة. اكتر حاجة وجعتك مش انه هو مشي، اللي وجعك انه مشي من غير ما يحافظ على شكل قلبك بعد ما حطك جواه. يعني بعد ما انت حطيته جواك، هو حتى مشي من غير ما يحافظ على القلب اللي اداله وقت، واداله حب، واداله حاجات كتير قوي. وفي النهاية هو اداله وجع الحب ده ما وقفش هنا، لا، كان باب اتفتح لطاقة تقيلة جدا داخلة عليك. طاقة فيها عين قوية، حسد مقصود، ست قريبة، شكلها طيب، كلامها لين، بس قلبها مش نضيف. فرحت من جواها لما شافتك مكسور، وبدأ ده يبان على جسمك، ويخلي كمان فيه علامات: خمول، كتمة، صداع، نوم متقطع، قولون، وجع في الكتاف والمفاصل، عزلة، زهق، تعطيل في الرزق والارتباط، انسحاب ناس من حياتك فجأة، وكأن في حاجة ماسكة رجلك ومش عايزاك ترجع تقوم من تاني. انت مش ضعيف، انت مستنزف مش قليل، انت مخلوق بضمير. والناس اللي قلوبها صافية بتتعب اكتر لما بتتأذي. بس خليني اقولك حاجة مهمة جدا: واجه كل الوجع ده، واجه. ربنا مفرطش فيك، اللي خرج لانه مش من نصيبك، ونصيب عمرك جاي. ولو كان في خير كان فضل. اللي يتخلى بسهولة عنك ما كانش ابدا سندك. من النهاردة مش مطلوب منك ان انت تقسى ولا تنتقم ولا تصنع القوة. المطلوب حاجة واحدة بس: انك توقف نزيف روحك. ايوه، اقطع ذكرى الشخص ده من يومك، مش من قلبك. لا صورة، لا مراقبة، لا رسالة قديمة، لا محاولة. اللي مشي ما يستحقش مساحتك، اللي مشي ما يستحقش مساحتك. واحفظ وجعك لنفسك، ما تحكيش كتير، ما تشرحش الأذى بيدخل من الكلام أكتر من العين. واسمح لنفسك بالتعافي. اخرج ولو 10 دقايق، شم هوا، حرك جسمك، غير مكانك، غير صوتك، غير عادة بسيطة في يومك. لأن الجمود هو اللي بيقتل روحك مش الفراق. وبينك وبين ربك ارجع للستر اللي ما بيتغسلش. ارجع لربنا، تقرأ سورة الفتح، آية الكرسي، المعوذتين، والذكر كل ليلة بنية الستر مش الرد. وقبل ما تنام قول الكلام ده مهم جدا جدا:
ألهم إني كان رحيل خيرا لي فأرزقني قلبي سلاما، وإن كان شرا لي فلا ترجعوا إلي أبدا. صدقني هيجي يوم قريب جدا تفهم فيه إن ربنا نجاك قبل ما يكمل خرابك، وإن اللي راح ما خدش منك حاجة، اللي راح بس كشف ليك قيمتك. الوجع ده بداية مش نهاية، وانت مش مكسور، انت جاري إعادة ترتيب من جديد. أيوة، عشان اللي جاي يليق بحد زيك وبقلبك الحلو يا برج العذراء. انتوا فين؟ وفي النهاية مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، كده هيعوض. برج السرطان يا برج السرطان، وجعك، تعبك، وقلبك اتدشتش واتكسر. الفيديو ده هيعرفك كل حاجة وجعك الفترة دي. صلى على النبي. في وجع مش باين جواك يا برج السرطان، لكن عايش انت فيه كل يوم. السرطان من اكتر الابراج اللي بتوجع الحاجات الصغيرة، الكلمة، النظرة، التجاهل. مش لازم يتخان ولا لازم يتضرب، هو بيتكسر من حاجات بسيطة جدا بس تقيلة على قلبه. السرطان ممكن يكون بيضحك وبيهزر وبيبان انه تمام، بس جواه نار مولعة مش قادر يطفيها. وجع السرطان مش وجع لحظة، ده وجع تراكمي. ناس تعبته وناس خانته وناس استغلت طيبته، لدرجة ان قلبه بقى مرهق جدا من كتر الوجع. هو بيحب بصدق وبيخلص بزيادة، بس دايما بيطلع هو الخسران. بيتوجع من اللي ادالهم الامان، وبيتصدم من اللي كان شايفهم ظهر. السرطان دايما بيعيش صراع بين اللي عايز يبعد ولا قلبه مش قادر يسيبه. بيكون نفسه يبعد عن شخص بيوجعه او عن حاجة بتوجعه، لكن هو قلبه مش قادر يسيبه، فما بيقدرش ياخد الخطوة دي. الناس فاكرين انه بيزعل بسرعة، بس محدش فاهم انه بيحس بكل حاجة مضاعفة. الغيرة بيعديها وهو يفضل سهران بسببها ايام، بيتعب من نظرة فيها غيرة، من طاقة حسد داخلة عليه، من كلمة نيتها مش حلوة. حتى جسم برج السرطان بيتأثر. تعب السرطان مش بس نفسي، لأ، بيتحول لوجع جسدي. معدته وظهره ورقبته كلها بتحس بالحزن قبل ما هو يقول ان تعبان اصلا. هو حساس لدرجة ان الوجع النفسي عنده ممكن يتحول لوجع حقيقي. السرطان ممكن يبقى في قمة وجعه وما يسيبش حد يحس بيه، لانه مش عايز يضايق حد ولا يبان ان هو ضعيف، بس الحقيقة انه بيعيط في صمت. بيحس ان مفيش حد فاهمه وان الدنيا كلها ضده. كل مرة بيتوجع فيها بيحاول يقوم وبيسكت ويسامح ويكمل كأن ولا حاجة حصلت، بس الحقيقة ان جواه جراح كل يوم بتكبر. السرطان لو حب بيحب بروحه كلها، ولو اتخدع بيتكسر لدرجة صعب ان هو يتصلح بعدها. ممكن يضحك بس ضحكته بيبقى فيها وجع، ممكن يقول انا تمام بس عيونه بتقول انا خلصت. وفي وسط كل ده ربنا بيكون عارف الوجع اللي محدش شايفه، وهو الوحيد اللي بيعوضه. لان هتتعوض يا برج السرطان، هتعوض عن كل اللي اتسلب منك، هيعوضك عن الناس اللي وجعتك واللي خانتك واللي حسدتك، هيعوضك براحة قلب، راحة قلب مش موجودة دلوقتي، بفرحة غير متوقعة، بحب نضيف زي قلبك. فلو انت برج السرطان وبتسمعني دلوقتي، صدقني وجعك مش رايح هدر. ربنا شايف وسامع، وهيعوضك عن كل دمعة نزلت وانت ساكت، وهتضحك من قلبك تاني، بس المرة دي هتضحك وانت مطمن. ولو وصلت لهنا صلى على النبي. برج الميزان يا برج الميزان، قلبك اتقطع من حتة، وانا هقولك اللي في قلبك دلوقتي، وانت هتقولي صح ولا غلط. صلى على النبي الاول. برج الميزان يا برج الميزان، انا عارفة ان قلبك اتقطع ومحدش حاسس بيك زي ما انت حاسس بنفسك. الناس حواليك كانت شكلها امان، بس ساعات اللي حوالينا بيكونوا هم سبب وجعنا من غير ما نعرف. اللي حسدوك كانوا قريبين جدا جدا منك، وناس عايزة توقعك وتستمتع بأي دمعة تنزل منك كمان، وانت طول الوقت بتحاول تثبت نفسك وتكمل حياتك. رغم كل اللي بيحصل فيك ده بتحاول تكمل. عارفة ان وجعك مش بس من الحب جرحك، لكن اكتر حاجة ضايقتك كانت
الناس اللي انت كنت واثق فيها، الأصحاب اللي كنت بتحبهم، ناس قرايبك، ناس مفروض يكونوا سندك، كانوا السبب أحيانا في شعورك بالخذلان. حسدهم كان باين في تصرفاتهم ومن الغيرة الخفية بتاعتهم اللي واضحة من تصرفاتهم بالظبط، ومن محاولاتهم ان هم يوقعوك في مشاكل كنت ممكن تتجنبها عادي وبسهولة. بس انت يا ميزان قلبك كبير وروحك لطيفة، ومهما الناس حاولت توقعك انت لسه واقف، لسه بتحاول، وده اللي بيخلي قلبك يستاهل كل الحب اللي ممكن يجي ليك. اللي حبيته قسي عليك وقس قلبك، جرحك بكلمة او تصرف، بس انا عايزة اقولك انت اتعلمت من كل المواقف ديت. اللي حسدوك وحاولوا يوقعوك، بس انت قادر تفلت من كل دقيقة لانك عارف قيمتك، ومش هتدي اي حد الحق انه يقلل من نفسك. اللي كانوا عايزين يشوفوك حزين، شوفهم دلوقتي انت ماشي ورا روحك وقلبك اقوى من اي حاجة حصلت لك او هتحصل لك. وعايزة اقولك ان كل اللي بيحصل لك ده مش هيعدي كده، لا، انا عارفة شعورك. ساعات تحس انك لوحدك وان مفيش حد فاهمك، بس صدقني ده اختبار. اختبار لروحك القوية اللي جواك. مش كل حد يدخل قلبك، ومش كل حد يستحق وقتك او دموعك. انت محتاج اللي يستحقك، اللي يرفعك، اللي يقدر قيمتك. اللي جوه قلبك دلوقتي وجع، وده طبيعي. كل الميزان عنده حساسية مش عند اي حد، ولا اي حد يقدر يلمسها، لكن دوت اتعلمت من الوجع والحب ومن جرح القرايب ومن حسد الناس انك لازم تحمي قلبك وتحط حدود، وما تديش فرصة لأي حد يقلل منك او من قيمتك. انت مش ضعيف، انت بس حساس، وده اللي بيخلي الناس تلاحظك، اللي بيخلي اللي حواليك يعرفوا قيمتك الحقيقية. والجميل انك بعد كل الوجع ده، بعد كل الخيانة او حسد، قلبك لسه بيحب، لسه بيحن، ودي سر قوتك. مش كل حد يقدر يشوف قلبك يا ميزان. اللي انت بتشوفه وجع، هتعرف قد ايه بعد كده هيتغير ليك لفرح. زي ما بقولك كده، عاوزة اقولك اللي يعرفك محظوظ. الناس محظوظة بيك وبتتعلم منك. ناس قليلين هيفهموا قيمتك وهيجوا يعرفوا انت ايه بالنسبة لهم. وبعد كل اللي حصل خلي قلبك مفتوح، بس خلي عينك مفتوحة اكتر، علشان تعرف مين اللي يستهلك ومين مجرد مرور في حياتك. اتعلم من الماضي، استخدم وجعك كقوة. خلي كل تجربة صعبة تكبرك، وكل كدبة تعلمك، وكل كدمة توريك الناس حواليك، وكل دمعة تعلمك تحمي نفسك اكتر. ويا رب يا برج الميزان، رب يشيل عن قلبك اي حزن، ويبدل دموعك فرح، ويقويك قدام اي حد يحاول يوجعك او يحسدك، ويحطك للي يستحقك قدامك. الناس اللي هتحبك بصدق وتقدر قيمتك وتخلي قلبك يشرق من تاني، ويحمي قلبك من اي ألم جايلك، ويملأ ايامك حب وراحة وامان وسعادة تستاهلها اكتر من اي حد. قول يا رب، وافتكر دايما يا ميزان، مهما اتكسرت او اتوجعت انت مش لوحدك، انت قوي وروحك الجميلة وقلبك يستاهل كل الخير اللي جاي. افتكر كل وجعك، وكل وجع علمك، وكل تجربة صعبة قربتك من نفسك، وكل حب صادق هيدخلك ويخليك احسن. واصبر، ربنا هيبعت لك الكرمة في وقتها المناسب، وهياخد حقك من كل اللي ظلمك ووجعك. انتوا فين؟ برج العقرب يا برج العقرب، قلبك جواه جرح كبير جدا، والفيديو ده هيعرفك من ايه. صلى على النبي. برج العقرب مش بيحكي وجعه، مش لانه قوي، بس لانه اتعلم ان مفيش حد هيحس بيه بجد. برج العقرب موجوع قوي قوي قوي. وجع العقرب مش بس في قلبه، وجعه في روحه وفي تعبه اللي محدش بيشوفه. هو البرج اللي بيشيل كتير جواه، ويضحك ويهزر ويعيش كأنه تمام، بس جواه وجع عمره ما نطق بيه. كل طعنة خدت منه حتة من روحه. العقرب بيتوجع لما حد يخونه، بس وجعه الحقيقي لما يكتشف ان وجعه كان من اغلى الناس عنده. هو مش بيسامح بسهولة، مش عشان قاسي، لكن لان كل مرة سامح فيها توجع اكتر. هو حساس جدا، بس محدش بياخد باله، بيخبي تعبه في وش قوي،
بس الحقيقة انه بيبين بينه وبين نفسه، بيتكسر كل يوم، بيتعب من الناس اللي بتحسده، اللي بتبصله بنية مش حلوة، اللي بتكرهه من غير سبب. العقرب جواه طاقة روحانية عالية جدا، بيحس بالنية قبل الكلمة، وبيحس بالوجع قبل ما يوصله. كل مرة اتأذى فيها كان عارف جسمه بيتعب. وجعه مش بس نفسي، ما بتوجعش نفسي بس، للأسف ده بيحس بيه في ظهره وفي معدته، في صداع من كتر التفكير. العقرب لما بيتوجع جسمه بيترجم الوجع اللي مش عارف يطلعه كلام. وجعه النفسي بيطلع على وجع جسدي. هو لما بيحب بيعمق قوي في الحب وبيحب بعمق، بس لما بيتخان بيتكسر ببطء. مش بيعمل دوشة، مش بيعيط قدام الناس، لكنه بيسيب المكان ويختفي ويسكت. بس السكات بتاعه ده موجوع جدا. الناس فاكرة ان العقرب غامض ومش واضح، بس الحقيقة ان هو بيحمي نفسه. لما الدنيا بتوجعه اتعلم يخبي قلبه جوه طبقة جامدة، بس جواها طفل طيب جدا حساس، بيتوجع من اقل حاجة، بيشيل فوق طاقته وبيساعد اللي وجعه، وبيفضل يسأل نفسه هو انا ليه دايما اللي بيتوجع. وكل مرة بيقع بيقوم لوحده من تاني، يضحك كأن ما حصلش حاجة، بس جواه ألف وجع. العقرب لما يختفي اعرف ان وجعه وصل للآخر. هو مش بيهرب، بس خلاص وصل لمرحلة بيحتاج فيها ان هو يلم نفسه من وجع الناس. بس عايزة اقولك حاجة، برج العقرب موجوع مش ضعيف، فبلاش تشوف وجعه ضعف، واللي تعبه هيكون سبب قوته. اصبر بس. وعايزة اقولك يا برج العقرب، ربنا شايفك وشايف دموعك اللي نزلت وانت ساكت، وهيعوضك عن كل مرة اتكسرت واتكسر فيها قلبك، وعن كل خذلان انت ملقتش حد جنبك فيه. قوم كده يا عقرب، انت مش مكسور، انت اتعلمت، انت مش مظلوم، انت محمي. وكل اللي وجعك ربنا يخليه سبب في نقلة الحياة انضف وارقى واهدى ليك. ايوه ليك. اصبر شوية، لان بعد الوجع ده في راحة جاية، تستاهلها، تستاهلها جدا. انت مش محتاج تبرر وجعك ولا تشرح احساسك. اللي يعرفك بجد هيحس بيك من غير ما تتكلم. عايزك تقول يا رب من جوه قلبك، واللي جاي ليك احلى بكتير. برج الجوزاء يا برج الجوزاء، تعبت وقلبك تعبان قوي، وانا هقولك ايه اللي في قلبك وايه اللي واجع قلبك، وانت هتقولي صح ولا غلط. صلى على النبي في البداية. الفيديو ده هيقولك كل حاجة في قلبك يا برج الجوزاء. برج الجوزاء، اتوجعت من الشخص اللي انت دخلته حياتك بايديك، سمحت له يقرب، فتحت له الباب، عقلك وقلبك، وللأسف بعدين خذلك. الجوزاء قلبه مش بسيط، هو مش بيحب بسرعة، لكن وقت ما بيحب بيحط روح واهتمام وضحك ومجهود. فلما بيتوجع الوجع عنده مش بيكون نص او قليل، لأ، وجعه كامل. وجع الجوزاء الحقيقي مش الفراق، الوجع الحقيقي ان قيمته ما اتشافتش، ان اللي قدامه استسهل وجوده، استسهل تفكيره، استسهل وقفته، وتعاملوا معاه كأن الجوزاء بديل مش أصل. وده أكتر حاجة بتوجع الجوزاء. وجع الجوزاء بيبدأ لحظة ما يحس إنه لو غاب مش هيفرق. الجملة دي بتموت فيه حاجات مستحيل تعرف ترجعها تاني. للأسف الناس بتأذيه قوي. أول حاجة الناس بتأذيه بسببها إن هما بيشكوا في نيته، يجوا يقولوا له انت بتلعب، مع إن هو أكتر واحد بيخاف يلعب بقلوب غيره. تاني حاجة بيستغلوا طيبته وضحكته عشان هو دمه خفيف ونضيف. الناس بتفتكره مش بيتوجع، مع إنه أكتر واحد بيتوجع وبينكسر، بس هو ما بيبينش. لا، وإيه كمان، بيختفوا من حياة وقت الجوزاء وقت ما هو يكون محتاجهم. لكن للأسف
في الأزمات بالرغم ان عنده صحاب كتير جدا بيلاقي نفسه لوحده. ودي الطعنة اللي ما بتنساش، ولا اللي عمره ما بينساها من جواه، عمره يقدرش ينساها. لا وغير ايه، اكتر حاجة توجعه كمان انه دايما بيتشاف غلط. لو ضحك يقولوا بيمثل، لو سكت يقولوا متكبر، لو اهتم يقولوا بيستغلوه، لو انسحب يقولوا قليل الاصل. مع انه حرفيا من اكتر الابراج اللي بتتحسد، لانه رزقه بيجيله فجأة، عنده قبول، الناس بتحبه غصب، بينهار ويقوم كأنه ولا حاجة، بيطلع من علاقة محطم ويرجع يضحك بعد أسبوع، وده لوحده يغيظ خلق الله. بيتأذي من كل كلمة مش متوقعها، أو إن حد يقارنه بحد أو يقلل منه. بيتأذي لما بيدور على أخطائه ويطنشوا الحاجات الحلوة اللي هو عملها عشانهم. لما حد يقف قصاد نجاحه بدل ما يفرح له. بيتأذي لما بيحب بجد ووقت الضعف ما بيلاقيش حبيبه جنبه. تعب برج الجوزاء، تعب قوي. الجوزاء ما بيعملش مشاكل اما بيتوجع، بس هو بيعمل حاجة اخطر، بيغير مكانه من جواك. يعني بيخليك ولا حاجة جواه، وده انذار. بيبقى موجود قدامك بس مش ليك، بيبقى بيتكلم بس مش معاك، بيبقى بيضحك بس مش من قلبه. ساعتها الرجوع بيبقى شبه مستحيل، لان الجوزاء لما بيقفل الباب بيقفله بعقله قبل قلبه. لكن عايزه اقولك في تعويض الهي جايلك. واللي ظلم الجوزاء لازم يفهم حاجه واحده، ربنا ما بيسيبش قلب اتظلم وسكت. الجوزاء دايما بيتعوض بحاجتين: ناس تقدره بعد ما تقل منه، ونجاح يغيظ كل اللي استرخصه. وربنا بيعوضك لان نيتك كانت نظيفه، والنية النظيفة عمرها ما بتضيع. وعاوزة اقولك حاجة كمان، انا عارفة ان انت تعبان، بس عايزة اقولك ربنا ما بياخد حاجة بيرجع لك حاجات اجمل. حافظ على نفسك، العوض جايلك جايلك. سيب اللي وجعك وما تبصش لوراك. ربنا شاف اللي اتاخد منك وشاف اللي اتقال عليك، وصدقني في كل يوم هتقول وداعا كل اللي كان وجودهم وجع، وغيابكم بقى شفا. خلي بالك، ربنا حلو وكبير قوي. ودع كل حاجة وقول انا مش زعلان، انا متعلم، وربنا يعوضني بما هو من قدري مش من اختياري. قول يا رب يا برج الجوزاء. برج الاسد، يا برج الاسد، قلبك مش مرتاح الفترة دي يا برج الاسد. تعال شوف اللي واجع قلبك الفترة دي، وقولي في الكومنت كلامي صح ولا غلط. في البداية صلى على النبي كده، لان قلبك الفترة دي ضايع. صليت على النبي؟ اكتب لي انت برج ايه في كومنت، ويلا بينا نشوف اللي واجع قلبك يا برج الاسد. الفترة دي قلبك موجوع جدا يا برج الاسد، بتحب حد بينك وبينه مسافة، لا هو معاك ولا قادر تبعد عنه. ليل طويل جدا على دماغك مش بتهدى من كتر التفكير في الذكريات، وبتفتح جرح انت بتحاول تقفله اكتر من مرة، لكن الجرح ده مش عايز يتقفل. لسه روحك تعبانة من التعلق، وكل مرة تقول خلاص هنسى، ترجع تسمع صوته ببالك وتحس انك في نفس النقطة. تحس انك مش عارف تتخطى، مش عارف ترجع لنفسك. لسه تعبان قوي من العلاقة دي يا برج الاسد، وفي عين حسودة مراقباك، وحبك ده محسود من ناس بتحب تشوفك مكسور. للأسف يا برج الأسد كانوا عايزين يشوفوا كسرتك ووجعك. احفظ حبك لنفسك وبلاش تحكي لناس كتير. هتقولي بعد ايه؟ ما خلاص حكيت واتوجعت واتكسرت، والحب ضاع ما بقاش موجود. لسه يا برج الأسد، لسه اللي جاي حلو. ما تبقاش كئيب كده، اضحك. انت محسود وناس كتير بتحب تشوفك مخسور. وفي شخص من برج ترابي او مائي لسه بيراقبك، وبيرجع يقرا رسايلك القديمة وبيبكي ندم لانه ضيعك بايده. رغم كل الوجع اللي جواك انت، اللي لسه عندك امل صغير، امل يخلي قلبك يدق من جديد. يمكن يصلحوا، يمكن مقابلة، يمكن حب. كل ده فاكره ان هو ممكن يحصل
انا عايزه اقولك ان ربنا بيكتب لك قصدك وقصدك وحاجات احلى بكتير من اللي انت بتشوفها. انت بتحب بصدق، بتحب بقلب طفل وروح ام، لكن مشكلتك انك دايما بتحب ناس قلوبهم مش قد قلبك، وده اللي بيوجعك. كتير بتسكت مش لانك مش موجوع، لكن عشان كرامتك دايما تكسب صوت قلبك. هيوصلك رد فعل من شخص بعد غياب طويل، كلمة هتطمنك او رسالة بسيطة هتقولك وحشتني، وهتعرف وقتها ان ربنا سمع دعائك. في صديق او قريب شايف وجعك بس مستنيك تفتح له قلبك، لكن انت كبريائك مش سايبك تتكلم. خفف كلامك عن حلمك، حبك، رزقك. مش كل الناس بتحب لك الخير، وفي عيون كتير قوي نفسها تخسر اللي بتحبهم. وردد معايا من قلبك، قول يا جابر الخواطر، اكبر بخاطري، يا مقلب القلوب طمن قلبي. وكررها 10 مرات، يمكن تكون بداية الفرج ليك. وقول لي يا برج الأسد، كلامي صح ولا غلط؟ برج الدلو يا برج الدلو، قلبك موجوع ومكسور، تعال اعرف ايه اللي في قلبك بجد. صلى على النبي. برج الدلو يا برج الدلو، انا عارفة انك محسود ومش عارف ليه، ولا عارف ليه الناس دي كلها بتوجعك، ولا عارف ليه الوجع ده كله في قلبك. انت من اكتر الابراج اللي فعلا الناس بتحسدها ومش عارفة ليه. بيشوفوك دايما ناجح، دايما بتضحك، دايما عندك حضور وشخصية، بس محدش عارف ان ورا القوة دي وجع وسكوت كتير. الناس بتحسدك على طاقتك، على تفكيرك المختلف، على قدرتك انه تقوم بعد كل مرة بتقع فيها. بس محدش شايف التمن اللي انت بتدفعه عشان تفضل قوي كده. في ناس بتغير من طريقتك، من استقلالك، مش انك بس مش بتجري ورا حد ولا بتتعلق بحد بسهولة. وفي ناس تافهة جدا بتتضايق منك لمجرد ان حضورك بس بيلفت الانظار، من غير ما انت اصلا بتحاول تلفت الانظار. انت كده اول ما تخش المكان بتلفت الانظار. هما متضايقين. الدلو مش دايما بيتكلم، بس لما بيسكت بيكون جواه حرب بين عقله اللي بيقوله طنش وقلبه اللي موجوع من الناس اللي وجعته. في ناس فرحانة لما بيشوفوه بيتعب، بيفرحوا جدا، بيفرحوا قوي. والناس دي اللي تعباه، وبيضحكوا لما بيقع، وبيسكتوا لما ينجح عشان مش قادرين يقولوله برافو. في ناس قريبة جدا منك يا برج الدلو، خلي بالك منهم، لانهم جواهم غيرة مش مفهورة، يعني غيرة مش مفهومة، غيرة من راحتك، من طاقتك. مش ان هما بيحتاجوك، لأ، هما غيرانين منك، بيحسدوك. الناس دي قريبة جدا منك، خلي بالك. انت تعبت من الناس دي قوي، من الناس اللي بتحاول توقعك بكلمة او تبينلك ان هي بتحبك وفي نفس الوقت بتتمنى فشلك. برج الدلو بيفضل ساكت بس مش ضعيف، هو ساكت لانه فاهم ان ربنا قادر يرد على لسانه. الدلو شايل فوق طيبته وتعب، شايل فوق طاقته كتير جدا، تعب قوي، وشايل فوق كتمانه وضحكته دي وراه كتمان كبير، وشايل فوق دماغه حمل اكبر من عمره. بس عمره ما بيظهر ده، لانه مؤمن ان الوجع مش لازم الناس تعرفه. هو من جواه بيقول ان انا مش محتاج الناس تحبني، انا ما محتاج الناس تبطل تكرهني من غير سبب. نفسه الناس تبطل تكرهه من غير سبب. كل مرة بيتوجع وبيتحط في النقطة دي وبيكمل كأنه ما حصلش حاجة، بس الحقيقة كل مرة بتسيب علامة جواه، وبيقع جزء صغير من روحه، لحد ما بيوصل لمرحلة يبرد فيها، ويبطل ساعتها يزعل، ويبطل يتكلم، ويبطل يهمه حد أصلا. وصلت للمرحلة دي ولا لسه يا برج الدلو؟ لو وصلت لها يبقى انت اتعذبت كتير قوي. وعاوزك تقول الدعاء ده معايا: يا رب انا مش زعلان من حد، بس انا تعبت من الكتير اللي جوايا، تعبت من الناس اللي بتحسد وبتضحك في وشي وهم مش حقيقيين. يا رب ريحني من الوجوه اللي بتضحك لي وهي بتكرهني، وابعد عني كل عين شايفاني ومش بتمنالي الخير. يا رب انا مش عايز حاجة من الدنيا غير راحة البال وناس نيتها حلوة
وقلب مطمن مفهوش خوف من غدر ولا نفاق. قويني على التعب اللي محدش حاسس بيه، وخلي كل وجع حسيته يكون سبب في قوتي. يا رب رزقني رزق واسع من حيث لا احتسب، وبذل كل دمعة بفرحة، وكل تعب براحة، وكل غدر بحضن وامان. يا رب خليني اعيش وانا مطمن انك معايا، وان مهما الدنيا وجعتني انت اللي هتجبرني وتخلي النهاية حلوة. يا رب اجعل اي حد يظلمني او ظلمني يشوف اللي عمله بس من غير ما اتمنى له الشر. انا بس نفسي ارتاح من وجع الناس ومن تعب قلبي. انت فين يا برج الدلو؟ قول يا رب. برج الحوت، يا برج الحوت، قلبك خلاص تعبان وحزين. الفيديو ده هيعرفك اللي جوه قلبك كله. صلى على النبي. برج الحوت الموجوع بقى ده يا جماعة مش زي اي حد. الناس فاكرة ان حياته سهلة وانه دايما هادي ودايما بيضحك، بس محدش عارف ان ورا الضحكة دي وجع مش بيتحاكي. الناس اللي بتحسده على طيبته، على قلبه اللي عمره ما بيكره بيه حد ابدا، على كلامه اللي دايما حنين حتى مع اللي وجعوه، بس محدش شايف قد ايه هو بيتعب من جواه، قد ايه هو بيمشي وهو مش قادر، وبيضحك وهو موجوع، وبيسكت عشان ما يتكسرش او ما يكسرش حد. حتى دي بيخاف على الناس رغم ان كل الناس اصلا كسرينه ووجعينه. الناس اللي بيشوفوا فيه النور بس محدش شايف التعب اللي جواه. النور ده بيتحسد عليه، على ضحكته، على قلبه الطيب، على الناس اللي بتحبه، رغم ان اكتر اللي حواليه بيغيروا منه ومن غير سبب اصلا. تلاقيه كل اللي كان صاحبه بقى يقلده عادي، كل اللي كان بيضحك معاه بقى يضايقه، واللي كان بيقوله انا جنبك بقى يستخف بوجوده، وكأن الخير اللي فيه بيستفز اللي حواليه، كأن ربنا رزقه بسلام جوه قلبه والناس مش عايزين يسيبه في حاله. الحوت بيتعب من الناس اللي بتغير، والناس اللي بتتغير عليه، من الناس اللي بتشمت، من الناس اللي بتضحك في وشه وتتغابى من وراه، من الناس اللي بتستغل طيبته وتغدر فيه بكل برود، وهو شايل فوق طيبته، وشايل جبل من الصدمات جواه، شايل كلام ووجع، شايل خذلان، شايل تعب نفسي محدش يعرف عنه حاجة، بس عمره ما بيطلع ولا يقول انا اتوجعت. بيفضل ساكت ويسيبها على ربنا، لانه مؤمن ان اللي بيظلم ربنا كفيل بيه وهيجيب له حقه. الحوت من جواه دايما طيب، بس التعب بيبوظه. كل مرة بيحاول يكون كويس بيطلع له حد يأذيه، حد يحسده او حد يقلل منه. بس برغم من كده برج الحوت مكمل لانه عنده يقين ان ربنا شايف وسامع، وان كل وجع النهاردة هيبقى فرحة كبيرة بكرة. يا برج الحوت هيبقى فرحة كبيرة. وفي الاخر عايزة اقولك الدعاء ده هيكون حلو قوي. قوله: يا رب انا تعبت من كتر التفكير ومن كتر الوجع اللي محدش حاسس بيه. يا رب ريح قلبي من اللي وجعوه، وابعد عني كل عين حاسدة وكل نفس سودة. يا رب وسع رزقي واجعل البركة في كل خطوة وفي كل حلم انا سعيله. ارزقني راحة ما بعدها تعب، ونور في قلبي ينور لي طريقي وانا مش شايف حاجة. يا رب قويني لما اضعف، وخليني افتكر دايما انك معايا حتى لو كل الناس مشيت. اجعل اللي راح خير واللي جاي فرحة تسكن قلبي وتنسيني سنين التعب. يا كريم يا رب. قولوا يا رب 5 مرات من جوه قلبكم. يلا اثبتوا حضوركم في الكومنت. برج الجدي، يا برج الجدي، قوتك كدابة والفيديو ده هيثبت لك كده. صلى على النبي. ايه يا برج الجدي، هتفضل كده موجوع ومحدش حاسس بيك؟ برج الجدي البرج اللي دايما بيتقال عليه قوي، بس الحقيقة انه من جواه وجع كبير محدش شايفه. هو بيتحمل فوق طاقته، بيضحك وهو مكسور، وبيسكت وهو موجوع، لانه اتعلم من الدنيا ان الضعف بيتاخد عليه مش بيتحن عليه. للأسف ما بيقدرش يضعف لان هيجوا عليه ومحدش هيطبطب، لا بالعكس هيفرحوا فيه. وجعه مش من اللي خذلوه مرة، وجعه من الناس اللي حسدته على تعبه وعلى مجهوده، على حاجة هو نفسه مش مبسوط بيها أصلا. الناس اللي شايفة نجاحه
بس مش شايفين قد ايه هو بيتوجع وهو بيحاول يثبت نفسه كل يوم. مش شايفين قد ايه دموعه اللي بتنزل، قد ايه وجعه، قد ايه حياته المتلخبطة. برج الجدي لما بيتوجع مش بيعيط قدام حد، بيسكت ويبعد ويقفل على نفسه، بس صمته بيكسر جواه 1000 مرة أكتر من أي كلمة ممكن تتقال. اللي بيحسدوه مش عارفين إن الجدي تعب سنين، إن كل خطوة في حياته كانت وجع وصبر وسكوت وقيام. هو بيعمل كل حاجة لوحده، بيسند نفسه بنفسه، بيخاف يحكي خوفه من نظرة شماتة من الناس اللي حواليه. بس الوجع الحقيقي بقى مش من البعد ولا من التعب، الوجع الحقيقي من أقرب حد ليه، اللي بيتمنى يشوفه واقع مش واقف، اللي بيضحك لما يلاقيه موجوع ويسكت لما يلاقيه محتاج كلمة حتى. الجد يتعلم ان مش كل اللي حواليه يتمنوا له الخير، بالرغم ان هو بيستنى ويساعد الناس، لكن للأسف الناس بتستنى له غلطة، بتستنى له دمعة، بتستنى له لحظة ضعف عشان تفرح فيه. بس الجدي مهما انكسر عمره ما بيفضل مكسور، بيقوم بيقوم اكتر من الاول. انا عارفة ان هو بيتهد، لكن بيرجع كل مرة اقوى، بيتعلم ان ربنا معاه مش ضده، وفي كل مرة بيتوجع فيها بيقرب من ربنا اكتر، وبيقول لنفسه اللي وجعني مش هيكسرني، واللي سابني هو الخسران. هو برج الصمت الشريف، ايوه، الوجع الهادي اللي يعيش مع نفسه ويصلح روحه في الخفاء. بس الناس اللي حواليه دي ناس، مجرد ناس حاقدة في حياته. هو برج جميل محدش بيقدر يوصل ليه، فعشان كده بيبصوله ويتكلموا عليه. عايزة اقولك يا برج الجدي، قول معايا الدعاء ده، وده دعاء ليك يا برج الجدي. يا رب قوي قلب كل حد موجوع بس ساكت، داوي التعب اللي في جسمه والكسرة اللي في قلبه، وابعد عنه كل عين حاسدة وكل نفس بتتمنى له الشر، وارزقه راحة ما بعدها وجع، واطمئنان تسكن قلبه بعد كل خوف، وسعادة حقيقية تنسيه تعب السنين. اللهم اجعل كل خطوة وجع عاشها سبب لفرحة جاياله من عندك يا كريم. قول يا رب يا برج الجدي، قول يا رب، وربنا كبير هيرزقك ويحميك من العيون اللي تعباك وكسراك، وجع قلبك وجسمك، والتعب اللي فيك اللي مش عارف هيخلص منه امتى، واللي كل شوية عند دكتور شكل بسبب الناس الحاسدة، الناس اللي قدام عينك بتضحك وهي من وراك بتأذيك. قول يا رب، وإن شاء الله ربنا هيرجع الكرمة وهياخد حقك من جديد. انتوا فين؟ برج القوس يا برج القوس، ضحكتك كدابة، والفيديو ده هيثبت لك كده. صلى على النبي. ايه يا برج القوس، هتفضل تعبان كده؟ برج القوس البرج اللي دايما بيضحك بس وراه وجع محدش شايفه، بيظهر دايما مبسوط، لكن الحقيقة ان جواه قلب تعب من كتر ما داره، ومن كتر ما اتقابل بالخذلان واتبدل بالتقدير اللي هو كان بيديه. القوس لما بيتوجع وما بيتكسرش ولا بيعيط قدام الناس، هو بيضحك اكتر عشان يخبي اكتر، عشان يخبي وجعه، بيحاول يقنع الكل انه بخير، لكن اللي جواه موج بحر بيغرق فيه لوحده كل ليلة. هو من اكتر الابراج اللي بتحس بالحسد والغيرة من غير ما تعمل حاجة، وبيتقال عليهم كمان ناس محظوظة جدا، بس محدش شايف التعب اللي وراه كل نجاح في حياته، ووراه كل دمعة نزلها من عيونه، وكل ضحكة حقيقية طلعت بعد 1000 وجع. برج القوس لما بيحب بصدق نادر جدا، بس لما بيتخدع ويتكسر جواه شيء مش بيرجع، وبيفضل يقول لنفسه انا اللي اخترت غلط. بس الحقيقة ان الطيبة الزايدة كانت غلطتك الوحيدة يا برج القوس. اللي حواليه ساعات بيحسدوه على طاقته، عشان على طول بيضحك وعلى طول وشه منور وعلى طول وجوده بينور اي مكان، بس محدش يعرف ان جسمه بيتعب من كتر التفكير، ونفسه بتتأذي من كتر ما بيحس بالخذلان. الوجع الحقيقة عند برج القوس مش من الناس البعيدة، وجعه من أقرب ناس ليه، الناس اللي كان فاكرهم بيحبوه، ولما تعب ولقاهم بيتفرجوا عليه بدل ما يسندوه، اللي فرحوا أما وقع، واللي سكتوا وقت ما احتاجهم وبقى لوحده.
للأسف برج القوس اتعذب من ناس قريبة جدا ليه، اتعذب من أقرب ناس المفروض كانوا يبقوا سنده وظهره، ملقاش حد طبطب عليه. برج القوس عمل كل حاجة لكل اللي حواليه، لكن ملقاش حد جنبه وقت ما احتاجه. كان محتاج كلمة طيبة مش أكتر، لكن حتى دي ملقاهاش ومخدهاش منهم. بس القوس ما بيعرفش يكره. اه، هو بيبعد، بس من جواه لسه بيتوجع ويقول لنفسه كفاية كفاية بقى، أنا مش هرجع. بس قلبه دايما بيغلبه، قلبه الطيب دايما بيغلبه على الناس اللي بيحبهم. ما بيقدرش يوجعهم، ما بيقدرش يشوفهم زعلانين، لكن هو يسيب نفسه زعلان عادي. لكن عاوزة اقول لكم صدقوني، القوس لو اختفى ما بيرجعش زي الاول، بيتعلم وبيحمي نفسه وبيضحك اكتر. بس الضحكة دي هتبقى درع، هتبقى درع مش فرحة، بيخبي بيها الوجع اللي جواه. وفي النهاية الدعاء ده لبرج القوس: يا رب داوي وجع كل قلب اتخدع وهو صادق، اشفي كل تعب في جسمه بسبب الحسد او التفكير، وابعد عنه كل اللي بيتمنى له الشر، واجعل ضحكته راحة مش تمثيل، واديله طاقة يكمل الطريق بقوة وسلام، وارزقه فرحة من حيث لا يحتسب تخليه ينسى كل الوجع اللي اتوجعه. يا كريم يا رب. قولوا يا رب يا برج القوس، انتوا فين؟ وفي النهاية مفيش حاجة بعيدة عن ربنا هيعوضك. انت قول يا رب، انتوا فين؟ خلص الكلام، سلام.